تعالوا بقى لما نعمل مع بعض النهاردة الوصفة اللي كلنا بنحبها، حتى أولادنا كمان كبار وصغيرين بيحبوها، يعني مفيش عليها اختلاف خالص. هعمل معاكم النهاردة فراخ كنتاكي أو KFC. بصوا زي ما انتوا شايفينها كده بالكرمشة بكل حاجة اللي انتوا بتشتروها من بره. وكمان هنعمل مع بعض الرز الريزو بالصوصات بتاعته، وهعمل معاكم الكولسلو. تعالوا بقى نبدأ وصفتنا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة هجيب بولة وهحط فيها كوبايتين من الدقيق و4 معالق كبار من النشا، وهنخلهم بالمصفى. هحط عليهم بقى البهارات، معلقة كبيرة من البابريكا، معلقة كبيرة من الشطة اختياري، تقدري تقللي عن كده، وكمان معلقة كبيرة ونص من الملح. يعني هتحطي معلقة كبيرة وكمان نص، دي بالمعلقة الكبيرة هيكون ملح، نص معلقة صغيرة فلفل اسود، ومعلقة صغيرة من الكركم، معلقة صغيرة من بهار الدجاج، وخلطيهم بقى مع بعض كويس جدا. يعني خلي البهارات دي تختفي في وسط الدقيق. بصوا في معلقة صغيرة من البيكنج باودر هنحطها، بس مش هنحطها دلوقتي لان احنا هنعينها في التلاجة ساعة ما نيجي نحمرها، ساعتها نحط معلقة صغيرة من البيكنج باودر. بصوا بقى للخليط ده هحط المية وهقلب كده، يعني هتحط شوية بشوية لغاية ما يوصل للقوام اللي هقولك عليه، بس مش قوام الكيك بقى تقيل، سوري اسفة، قوام الكريب مش الكيك. وبعد كده معايا فرختين وزن الواحدة من كيلو لكيلو وربع. بتقدري تقولي للفرارجي انا عايزة الحجم الصغير، هو بيكون عنده احجام صغيرة. لو مفيش مشكلة، تقدري تجيبي اي حجم انت عايزاه. بحب انا ما بعملها بشيل منها الجلد، وكمان بشرحها زي ما انتوا شايفين كده عشان التتبيلة تدخل جواها، وكمان تطعمها تخليها طعم اللي انتوا بتشتروها من بره بالظبط. دول خلاص بقى. وطبعا احنا عارفين كلنا، وقلت معاكم قبل كده بنغسلها ازاي. لازم يتعمل لها محلول نقع كويس جدا، يعني نسيبها منقوعه كويس جدا، وبعد كده بنعصر عليها ليمون وبنسيبها شويه في المصفى تنزل لو في بواقي دم او اي حاجه، وبعد كده بنشطفها شطفه اخيره ونحطها في المصفى تتصفى، وبعد كده هناخدها ونحطها في التتبيله. وبتقطعيها ازاي؟ بتقطعي كل فرخة تقريبا حوالي 10 قطع، تقدري تقطعيها 8 زي ما تحبي، لكن هي بتتقطع 10 قطع زي اللي بتشتريها من بره. انا النهاردة بحاول اعمل لكم كل حاجة زي اللي انتوا بتشتروها بالظبط من بره، ونفس الطعم كمان. بصوا بقى ده الخليط اللي دوبته في المية، الدقيق مع النشا والبهارات، وهبدأ انزل فيها الفراخ اللي شفناها مع بعض. بصوا بقى بحاول قطعة قطعة احطها في التتبيلة بالشكل ده زي ما انتوا شايفين كده علشان تتبل كويس. هعمل قطعة قطعة لغاية ما الكمية كلها تخلص معايا زي ما احنا شايفين كده. هغطيها بقى بالبلاستيك راب، ودي هعملها من بالليل لتاني يوم. بصوا بقى تعالوا نبدأ نعمل الكولسلو. معايا ربع جزراية وبصلاية صغنونة قوي كده اللي هي البصل القورمة، وهبشرها. ودي نص كرنباية بشرتها في المبشرة بتاعة الكبة، ودي ربع الجزراية والبصلاية بشرتها. يبقى انا بشرت الجزراية والنص كرنباية وكمان البصلاية الصغيرة، بس خدت منها نص معلقة كبيرة ما خدتهاش كلها. ودلوقتي بقى هقول لكم المكونات اللي هحطها على الكولسلو. هحط 2 معلقة كبيرة من السكر، ومعلقة كبيرة من الزيت، وذرة بسيطة جدا من الفلفل الاسود، مع ربع معلقة صغيرة من الملح، ربع معلقة صغيرة من الملح، ومعلقة ونص كبيرة من الخل او معلقتين على حسب الطعم اللي انت بتحبيه، من معلقة ونص لغاية معلقتين. مع كمان هتحطي كوب زبادي كبير، و4 معالق كبار من المايونيز، واخلطيهم بقى كويس جدا مع بعض. وده الخل اخر حاجة اللي حطيتها. هقول لكم المكونات تاني: معلقتين كبار من السكر، ومعلقة كبيرة من الزيت، ذرة بسيطة جدا من الفلفل الاسود، وربع معلقة صغيرة من الملح، ومن معلقة ونص المعلقتين كبار من الخل، كوباية زبادي كبيرة، وكمان اللي هي يعني مج الشاي دي، و4 معالق كبار من المايونيز، وهنخلطهم كويس جدا مع بعض. وغطيها بقى بالبلاستيك راب وعينيها في وهنا بقى تعالوا نعمل الخليط اللي هنحط فيه الفراخ. اول حاجة هجيب صينية وهحط فيها نفس اللي عملته في الخليط اللي تبلت فيه الفراخ، اللي هو كوبايتين دقيق مع 4 معالق كبار من النشا، ونفس البهارات اللي حطيناها بنفس الكمية في الفراخ حطيها في الدقيق بالنشا، وقلبيهم كويس جدا. بالنسبة للملح اظبطي ملحك زي ما تحبي،
خلاص. وقلبيهم بقى كويس جدا، وخلي البهارات تختفي في الدقيق، يعني نفس الخطوات ما عدا بس الميه هي اللي مش هتحطيها. بقى نعمل الصوص، هنجمع كل حاجة ونسيبها. تعالوا نعمل الصوص اللي هنحطه على الرز. هنحط قد فنجان صغير كده بتاع القهوة صلصة بيتي، ومعلقة كبيرة من الكاتشب، وثلاث معالق كبار من الويسترشاير صوص، ومعلقة كبيرة من الباربيكيو صوص، معلقة كبيرة من الهوت صوص. هحط لكم كل المكونات دي في صندوق الوصف تحت. خلاص. وهقلبهم بقى كويس جدا. الصوصات دي بيكون فيها نسبة ملوحة. هقلبهم كويس وهسيبهم على جنب. ودول 3 بصلات كبار متقطعين كريهات زي ما احنا شايفين كده. لكل كوباية رز بحط بصلة كبيرة. وكمان هحط 5 مكعبات من مرقة الدجاج. الطريقة الصحيحة بتاعة المحلات بيحطوا 12 مكعب للكيلو، 12 مكعب من مرقة الدجاج. انا هنا حاطة 3 كوبايات عليهم 5 مكعبات من مرقة الدجاج. حطيت معلقة كبيرة من الزبدة مع شوية زيت، ونزلت بالبصل. وكمان فصين توم هفرمهم بمفرمة التوم بالشكل ده، وهحطهم على البصل بعد ما يدبل شوية. استنوا عشان هي بس جامدة شوية، وبعد كده هنزلهم بالشكل ده. هشوح بقى شوية كمان، دي قد دقيقتين كده على ما تدبل بقى البصل مع التوم. وهنزل ب5 مكعبات مرقة الدجاج، وهشوحهم مع البصلة علشان تدوب كده شوية معايا. احاول بقى اعملها بالسباتولا بالشكل ده علشان يعني تفك من بعض. راعي ان احنا حاطين 5 مكعبات مرق دجاج مع الصوصات اللي هنحطها، يعني نراعي موضوع الملح. ما نحطش ملح خالص غير اما نحط ميته ونحط كل حاجه، وبعد كده نبدا ندوق في الاخر. لو لقيناه محتاج ملح نحط. والخطوه دي مهمه جدا اللي بقول لكم عليها. بصوا بقى، نزلت ب3 كوبايات رز. الرز الريزو بيتعمل برز مصري عادي، ما بيتعملش بالرز البسمتي. شوحت فيه بقى قد 5 دقايق كده لغايه ما اسمع صوت الرز. كل الخطوات دي مهمه جدا، كل خطوه بقول لكم عليها مهمه قوي. وهنزل بقى بعد كده، بعد ما سمعت صوت الخرفشه بتاعته كده انه نشف يعني، هنزل بالصوصات اللي عملتها مع بعض. هنزل بيها على الرز، هقلبهم كده لغايه ما الاقي الرز كله اتغلف بالصوصات بقى بالشكل ده زي ما احنا شايفين كده. بصوا انا اختصرت لكم موضوع التقليب ده في اني قلبت انا شويه، لان بياخد وقت شويه قد دقيقتين 3 كده لغايه ما وصل للون ده. وبعد كده هننزل بالميه المغليه عليه بالشكل ده ونقلب. دوقي بقى، لو لقيتي نفسك محتاجه ملح حطي، مش محتاجه يبقى خلاص اكتفي بالصوصات مع المرقه. طلعت بقى الفراخ من التلاجة وحطيت عليها مكعبات تلج، ودي برضو كمان خطوة مهمة جدا. مكعبات التلج بقى هتفك شوية كده مع الفراخ، هتلاقي الخليط فك شوية. هو انتوا شايفينه مجمد بس عشان لسه طالع من التلاجة، هتلاقوه بقى فك كده شوية. حطينا المعلقة الصغيرة من البيكنج باودر، وهاخد الفراخ وهحط في خليط الدقيق الجاف. هو يعني هخليهم كده بعيد عن بعض شوية. هنزل بمعلقة او بشوكة او بماسك قماشة باي حاجة، واخلي ايد اعمل بيها بالدقيق. بصوا اعملوها بقى كتير جدا 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 لغاية ما تلاقي الشكل اللي بيكون على الفراخ اللي احنا بنشوفه لما بيخلص. بصوا هتلاقوها بدأت تاخد الشكل اللي بقول لكم عليه ده، زي ما انتوا شايفينه كده، الكرمشة او الشكل المكرمش اللي انتوا بتشوفوه عليه ده. البروزات اللي بتبقى موجودة دي اللي بتخليها في الاخر كريسب. بصوا بقت عاملة ازاي، ادتني الشكل من قبل ما احطها في الزيت كمان. على المية كلها شايفين. بصوا انا حطيت هنا ازازة زيت في حلة كل دلوقتي طبعا اللتر علشان تبقى مغطية كده الفراخ. وبحط الفراخ على زيت سخن جدا. بعد كده بخلي النار وسط مش هادية، وسط. بغطي يعني 10 دقايق كده، وبعد كده بطلعها. بس بطلعها على مصفى، بلاش مناشف عشان ما تبقاش طرية معاكم. يعني مهم قوي تحطوها في مصفى وما تحطوهاش فوق بعض. دي برضو خطوات مهمة جدا عشان تطلع معاكي كريسبي. لو حطيتها فوق بعض برضو البخار هيطريها، هتبقى طرية كلها فوق بعض. وحمرت كمان شوية بطاطس وسبت شوية وعملت شوية صوص، او حطي صوص باربيكيو على الوش كده زي ما احنا شايفين. وزي ما قلت لكم حمرت شوية بطاطس معاها. يعني انتوا جبت لكم المطعم في البيت.
بصوا هي كريسبي ازاي، مش عارفه انتوا سامعين بقى ولا لا. وهوريها لكم كمان من جوه قد ايه مستويه، عشان كده بقول لكم حطيتها في الحله وغطيتها. بصوا حلوه جدا ومستويه من جوه، وكمان طالعه كريسبي. وكمان تعالوا نشوف مع بعض الرز، وده الكول سلو، وجبة خطيرة جدا كأنكم قاعدين في كنتاكي بالظبط. بصوا الكول سلو، بجد الكول سلو كان طعمه حلو جدا، والرز طعم الرز الريزو والفراخ كمان. يلا بقى اشوفكم على خير، السلام عليكم.